الرحيم. إدريس مؤمن، مدير مؤسسة دار الطالب والطالبة بالحوافات. احنا اليوم جيت هنايا باش غادي نرد على واحد المنشور كان تنشر في موقع ديال جماعة الحوافات، بخصوص ان واحد المجموعة ديال الشباب كيدخلوا كيمارسوا الرياضة ديالهم هنايا، خصوصا كرة القدم، وعلى ان كيوقع اختلاط ما بينهم وما بين الفتيات. احنا كنكذبوا اليوم وكنستنكروا هاد الشيء اللي تقال في هذا المنشور اللي تقال في هذا الموقع هذا. وهذا الشيء اللي وقع والحقيقه اللي كانت وقعت هو ان واحد المجموعه ديال الاخوان ديال الاساتذه اللي كيديروا الدعم لهاد المستفيدات بالمؤسسه، وبمبادره منهم هما وواحد الاخوان ديال المجتمع المدني، على ان هاد المؤسسه ما عندهاش ملعب فين يمارسوا المستفيدات الرياضه، ولا انهم كيجيو المدرسه ما كيلقاوش فين يديروا الرياضه. طوعوا الاخوان مبادره منهم على اساس اننا نقادوا هذا الملعب، وقادوا مساكن هما مشكورين. وثانيا ان هاد الاخوان هادو باش قادوا هذا الملعب هذا جاو بغاو يديروا واحد المقابله تكريميه للملعب، وباش يتعرفوا تا هما بالمؤسسه، والمؤسسه في قانونها الاساسي وفي بنودها هي مؤسسه تنفتح على المحيط ديالها. جاو هاد الاخوان هادو داروا واحد المقابله اللي حنا في عطله وطنيه مدرسيه معروفه، ما كاين لا بنات لا والو. وحسب المنشور على انه هاد الناس اللي كيمارسوا الرياضه هنايا واللي داروا مقابله كره القدم دخلوا حتى المؤسسه ودوشوا في المؤسسه. احنا كنفيو هادشي وكنكذبوا، المؤسسه مسدوده، على اساس اننا غادي نعاودوا نفس التسجيل، غادي نجيو البنات وهما اللي غادي ياكدوا واش ان شي واحد من هاد الاخوان، من هاد الاساتذه، من هاد الاخوان اللي نظموا هاد المقابلتين، واش شي واحد فيهم دخل المؤسسه ولا دخل الدوش ولا حتى هضر مع شي مستفيده من المستفيدات. هادشي ما ناكدوش انا، غادي ناكدوه المستفيدات ان شاء الله بحول الله، من غادي يدخلوا من العطله. اما حنا رحنا في عطله لا اساس من الصحه لهذاك الشيء اللي تقال، وان هاد الاخوان كيدخلوا للدوشات. اصلا المؤسسه مسدوده لاننا حنا في عطله وما كاين حتى مستفيده، وهذا الشيء راه كذبا وبهتانا. وهذا الشيء اللي كيتقال هو راه جا نتيجه لواحد الصراع اللي هو ممتد عبر واحد 3 سنوات ولا 4 سنوات مع رئيسه المجلس، والاسباب راه معروفه. الاسباب الاولانيه راه معروفه، اللي هو اننا ما انخرطناش في العمليه السياسيه ديال التشريعيه ديال الاب ديالها اللي زاد الانتخابات التشريعيه. كنا احنا رفضنا اننا نخرطوا في هذه العمليه، حسب هذا موقف شخصي ما لا يحاسبني عليه احد. ثانيا ان هذه السيده هذه اللي كانت عرضات علينا، وهذه شهاده قلتها وكنقولها، باش مقابل اننا ناخذوا المنحه اننا نقسموا مع هذه الانسانه، مع هذه الرئيسه، المنحه في النصف باش نستافدوا حنا من المنحه السنويه. رفضنا طبعا من طبيعه الحال، وهذه المساله تعرضات علينا حتى في النقل المدرسي، في تسيير النقل المدرسي. وهذا الشيء علاش هي علاش هي حيدات الشراكه بيننا بين النقل، جمعيه المسير للنقل المدرسي، وبين الجماعه المحليه، على اساس اننا رفضنا ناخذوا نعطيوها النص ديال المنحه. هذا ادريس عاود اكد لي هذه القضيه ديال النصف ديال المنحه. ما كيفاش يعني ذاك الدعم السنوي اللي كتعطيه الجامعه المؤسسه ديالكم، سواء ديال النقل المدرسي او ديال دار الطالبه، الرئيسه كتطلب منكم انكم تقسموا معها الدعم؟ نعم، انا اؤكد هذا، ولدي مبررات باش ناكد هذا الخبر. هذه كاين شهود على ان الرئيسه جات عندي حتى المكتب وقالت لي ودي راه مقابل باش تاخذوا المنحه وباش تعاونوا معنا ونتعاونوا معكم، راه حتى حنا خصنا نستافدوا معكم. وهاد المنحه، هاد النص اللي غادي تعطيني انا ديال المنحه، راه ما غاديش ناخذوا انايا حكا، راه غادا انت نعطي الاعضاء، وراه عندي اغلبيه، وراه عندي كذا، وراه عندي كذا. المهم انا شفت العمليه غير قانونيه. رفضنا من طبيعه الحال، لان ما يمكنناش نخارطوا في عمليه غير قانونيه لا شرعيه. من رفضنا من طبيعه الحال. دابا راه سنتين هذه متتاليتين ما عطاتناش المنحه لدار الطالبه، ومنحه ديال دار الطالبه كناخذوها منذ 20 سنه. حتى جات هي دابا عفوا عاد حيدت هذه المنحه. والسبب هو هذا. وكنت انا كرئيس ديال جمعيه النور
كان حامل مشروع ديال النقل المدرسي، عرضت عليا نفس الفكره في التسيير ديال النقل المدرسي، واللي كانت فيه مبالغ كبيره. النقل المدرسي اللي كان واصل الميزانيه ديالو حتى ل 70 مليون 80 مليون، على اساس انها تعطيني هذه المنحه هذه ونرجع لها النص ديالها. طبعا لان المساله غير قانونيه وفيها متابعات قانونيه وقضائيه، وهي ديال هذا الشيء هذا، هي ما كاين سي ماشي دريس، هذا. كاين ما يثبت هذه القضيه اللي قلتي ديال انها كتطلب منكم تقسموا المنحه؟ كاين شهود او كاين شهود، كاين موظفين، لان كان معايا موظف باش جات عندي البيرو، كان موظف جالس معايا وسمع الحوار اللي داز بيني وبينه كامل. موظف ديال الجماعه ولا موظف ديال دار ديال الطالبه؟ دار الطالبه، باش عرضات عليا الفكره، وهو راه شاهد، وحتى هو راه استنكر هاد الذكرى ديالها، وحتى الجمعيه استنكرات هاد المبادره اللي ماشي هي اصلا ماشي مبادره دنيئه. هذا هو السبب اللي خلانا ندخلوا مع حنايا في صراعات كبيره وكثيره، وحتى هاد المناشير وهاد هاد تجويع المستفيدات وتهميش المؤسسات. ونزيدكم معلومه على ان هذيك دار الطالب الوحيده في القريه الرتبيه اللي ما دارتلاش الربط بالصرف الصحي. علاش؟ لاننا حنا لنفس الاسباب المؤسسه ما عندهاش الربط ديال الصرف الصحي. ما عندهاش واد الحار يعني. ما عندهاش واد الحار كاين في القريه الرتبيه، وما دارتلاش هي الربط ديال حنا مازال كنخدموا بطريقه قديمه في المؤسسه، رغم المعاناه ورغم وبزاف ديال ماشي غير الربط ديال الصرف الصحي. كنا حنا كنستافدوا من منح ديال الانشطه، كنا كنستافدوا من منح ديال الدعم المدرسي للمستفيدات اللي كنا كنخلصوا بهم الاساتذه، واللي كانوا المجالس السابقه مشكورين انهم كيدعمونا. هذا الشيء كامل حيداته لا لسبب، وانما فقط للسبب الشخصي ديالها، هو عدم التعاون ديالنا حنا معها في ذكرى والانخراط في العمليه السياسيه ديالها، ديال اللي تقدم فيها الاب ديالها في الانتخابات التشريعيه، وكذا عدم الموافقه على اقتسام المنحه معها، المنحه السنويه اللي كتاخذ مؤسسه دار الطالب والطالب، وكذلك المنحه اللي كانت كتعطي النقل المدرسي. وحنا كنا كنسيروا بصفتنا، حنا كنا جمعيه نسير هذاك الورش ديال النقل المدرسي، وعرضات علينا هاد المنحه اللي هي منحه مهمه، كنقول عايز فيها تقريبا 70 حتى 80 مليون. بطبيعه الحال لانها غير قانونيه رفضنا رفضا قاطعا. وهذه هي الاسباب اللي خلات هذه الرئيسه هذه تاخذ هذه القرارات هذه وتمشي في هذا الاتجاه ديال معارضه المؤسسه وما ياتي من المؤسسه. وشكرا. سي دريس، هادشي في خبر السيد العامل، السيد القائد، السيد رئيس الدائره، السيد القطاع، يعني القطاع الوسيط، واش هاد المشاكل هذه اللي ذكرتي لي ديال الصرف الصحي ديال المنحه ديال واش هادشي في خبر السلطات؟ وفي الحقيقه السلطات المحليه حنا كتفاعل معنا بشكل يومي، ان فيما يخص المنح السيد القائد تعاون معنا بزاف، وكيزورنا يوميا تقريبا كتكون القرايه كيزورنا في المؤسسات، لا هو ولا السيد رئيس الدائره مشكور. تعاونوا معنا في بزاف ديال الاوراش ديال المؤسسات، ديال مؤسسات دار الطالبه والطالب. كيواكبونا، الله يجازيهم بخير، بالامكانيات البسيطه ديالهم. كتبقى الجماعه باستقلاليه ديال التسيير ديالها، وهذيك راه ما يقدروش يفرضوا عليهم القانون. كلشي كيعرف طريقه التسيير ديال الجماعات المحليه. اما هما السلطه المحليه كيتعاونوا، والسيد العامل بالخصوص كنشكروه من هذا المنبر شكر خاص، لان لولا السيد العامل لا عشنا ظلما اخر في هذه الحوافات هذا، والمواكبه ديالو للمشاكل ديالنا والتفاعل ديالو، وراسلناه وتفاعل معنا وصيفط لجان. جات هنايا لجان بصح لهاد المنطقه ديال الحوافات، وافتحصوا كل ما اشتكينا به. السيد العامل مشكور وكنزيدو نشكروه. لولا الوجود ديال السيد العامل لا كان مسارا اخر في الحوافات، ولكن بوجوده نتمنى له طول الاقامه في هذا الاقليم هذا. وحنايا كنزيدو نشكروه لانه هو بدل الوجه ديال هذا الاقليم هذا،
الاقليم ديال سيدي قاسم ما كانش بحال كوايا. اقليم سيدي قاسم كنا عارفين كيفاش كان. سيدي قاسم رجع ببنيه تحتيه اخرى، بنيه تحتيه جديده. اصبح يضاهي الاقاليم ديال المملكه. ما لا يسعنا الا ان نشكر هذا الشخص السيد العامل، مشكورا هو والسلطه المحليه، السيد القائد، السيد رئيس الدائره. الاخوان كلهم كيتعاونوا معنا، لا الدرك الملكي ولا الاخوان ديال الدرك الملكي. فكما وقعت لنا مشاكل هنايا امنيه كيكونوا معنا في الليل في النهار. المشكل الوحيد اللي عندنا في الحوافات هو من المجلس، من هذه السيده الرئيسه وبعض الاغلبيه الله يهديهم. هذه السيده الرئيسه هي اللي دايره المشاكل في هذه الحوافات، ومشاكل كثيره وكثيره. هذه السيده همها الوحيد هو خلق الفتنه بين المواطنين وبين الاعضاء. ثانيا هذه الرئيسه هي وامثال هذه الرئيسه بهذه التصرفات ديالها هي اللي كتخوي هي كتكون مؤسسات ديال الدوله من المحتوى ديالها، وخاصه المشاريع ديال المبادره الوطنيه. هذه المشاريع ديال المبادره الوطنيه اللي هما في الحقيقه مشاريع ديال سيدنا ديال جلاله الملك، والفلسفه ديال المبادره الوطنيه المواطنين كلهم كيعرفوها. هذه المشاريع دارت المواطن باش يستافد منها المواطن بطريقه مباشره، واغلبيه المشاريع في القانون خصها يسيرها المجتمع المدني، جمعيات المجتمع المدني. مشاريع قرب دايره هي كتسير هي بطريقه مباشره وكتاخذ منها اموال، ودايره حراس كيجمعوا الاموال من هذيك الملاعب القرب وكيعطيوها لها مقابل انها هي كتعطيها للناس ديال الاغلبيه باش تبقى مشكله الاغلبيه وباش تبقى عندها اغلبيه. على ذكر ملاعب القرب السي ادريس، بغيت نرجع معك شويه للوراء. في البدايه ديال التصريح ديالك صرحتي على اساس ان هذا الملعب هذا اللي كاين دابا اللي كنتواجدوا فيه الان في دار الطالبه داروا فيه جوج ديال المباريات تكريميه احتفاء بهذا الملعب هذا. اللي هذا الملعب وجدتوه انتم البنيات باش ملي يدخلوا في العطله ان شاء الله تمام يوليو ينشطوا فيه هنا رياضيا. هذه بادره حسنه من طرفكم. ولكن هذه المباراه التكريميه علاش ما درتوهاش؟ لان احنا شفنا في المنشور ان انتم درتوا دوري وليس مباراه تكريميه. وحنا كنعرفوا ان الدوري ما خصوش صراحه يتنظم هنا، وانما خصو يتنظم في الملعب ديال القرب. تمام. وجاء على اللسان ديالكم ان الملعب ديال القرب انه مؤدى عنه. تمام. يعني كتدخلوا الفرقه اللي دخلت كتخلص. تمام. مع العلم ان شفنا واحد المنشور تما بان الممارسين اللي كيجيو لهذا الملعب ديال القرب بالمجان لساكنه الحوافات. تمام. شنو يمكن لك تقول لنا في هذه القضيه؟ نعم، هو صحيح هادشي اللي قلتوه. احنا بطبيعه الحال طبيعيا لان هاد المباراتين اللي درنا ديال كان طبيعي نديرهم في ملعب بالقرب اللي هو قريب من المؤسسه. ولكن المشكل اللي وقع لنا احنا مشينا لملعب القرب وحاولنا اننا ندخلوا ونديروا هاج جوج ديال المباريات ولا ثلاثه ديال المباريات في ملعب القرب باسم هاد الملعب هذا باش نعطيوه الحق ديالهم الاعلام والراي العام. ولكن لقيناه اولا لقينا الملعب مسدود، لقينا الحارس عنده تعليمات من الرئيسه على اساس ان الملعب كتعطيه للناس اللي هما منخرطين معاه في الاجنده السياسيه ديالهم. ما تبقى انهم كاين وليدات صغار عندهم 7 سنين 8 سنين 10 سنين وما كيستافدوش من هذا الملعب هذا. كاين واحد الفئه قليله كيف ما قلت لكم اللي منخرطين في الاجنده السياسيه ديالهم واللي كيستافدوا من هذا الملعب. وثانيا ان الملعب مؤدى عنه، وحتى الاخوان من مشاو تما ولقاو هذيك البانو ديال مجانيه الاستفاده من الملعب حتى هما ما بغاوش يخلصوا. الكود ديال لا راه ما يمكنش. وفعلا ان هذه الرئيسه هذه في دوره من الدورات ديالها فرضات وكاينه نقطه وكاينه محضر رسمي ديال المجلس على اساس ان ملعب بالقرب يؤدى عنه مقابل الاستفاده منه رياضيا. من دوره السي ادريس هذه ما عندكش تعريف؟ ما هذه الدوره ماشي بعيده، ولكن الدوره دارت على ما اظن في 2025 في الاول ديال 2025 ولا في اواخر 2024. ولكن الاخوان اكدوا لنا والمحضر موجود عند السلطات المحليه على اساس انها فرضات مقابل ماليه مقابل الاستفاده من هذه الملاعب ديال القرب. وهذا الشيء هذا احنا عشناه وعشنا في التيران ومشينا وتقالت لنا هذه الهضره على اساس اننا خصنا نخلصوا او اننا خصنا نخارطوا بواحد الوثيقه اللي هو مسمى وثيقه الانخراط ونأديو عليها وكل واحد يأدي بسميته في الجماعه
عاد يجي يستافد من هادشي كنستنكروه حنا، لاننا حنا عارفين ما معنى مشاريع ديال صاحب الجلاله، حنا عارفين ما معنى مشاريع ديال المبادره الوطنيه. وحنا علاش كنتوجهوا بهذه الرساله للسيد العامل؟ لانه هو رئيس المبادره الوطنيه في الاقليم، وحنا كنعرفوا التوجه ديال عامل الاقليم. التوجه ديال عامل الاقليم راه هو مجانيه هاد المشاريع وهاد الاوراق ديال المبادره الوطنيه. لهذا حنايا كنوجهوا الرساله للسيد العامل على انه ما يقع في الحوافات راه ماشي هو داك الشيء اللي باغيه السيد العامل. حنا كنعرفوا السيد العامل وكنعرفوا التوجه ديالو وكنعرفوا النزاهه ديالو، ولهذا حنا كنتوجهوا له بهذه الرساله هذه عبر الهواء من هذا المنبر هذا، باش يدير تدخل كما دار مجموعه ديال التدخلات فيما سبق وحل مشاكل كثيره جزاه الله خيرا. وانا كنقولها دائما، لولا وجود هذا السيد هذا، لولا وجود هذا الشخص هذا، لكانت الحوافات اتخذت مسارا اخر، ليس فيما اقول فقط، ولكن في مجموعه من المشاكل وفي مجموعه من المشاريع وفي البنيه التحتيه. وان ما تقوم به رئيسه الجماعه في الحوافات لا ينطبق اساسا على ما هو سياسي وعلى ما هو تختص به هي كرئيسه ديال المجلس، لان رئيسه المجلس اختصاصها البنيه التحتيه وتفعيل ما ياتي في محاضر المجلس. هذا الرئيسه هذه كتقلب على المشاريع. ونزيدكم علما ولتنوير الراي العام ان هذه المشاريع كلها اللي دارت هنايا كانت بمبادره وبمنح من وزاره الداخليه. كل هذه المشاريع اللي دارت، سواء حمايه السكان من الفيضانات او تعبيد الطرق او المدارس او حتى هذه المدرسه النموذجيه اللي كاينه عندنا هنايا في القريه الرتبيه، المجتمع المدني هو اللي اقترحها وهو اللي كان قوه اقتراحيه. وهي هذاك الشيء علاش جابوا هذه المدرسه لهنا القريه الرتبيه، والسيد العامل مشكورا عطاها لهنا القريه الرتبيه وهذه المدرسه النموذجيه، وهي كتادي الرساله ديالها دابا حاليا. ليست من اقتراحها هي، بل اقترحها المجتمع المدني وتفاعل السيد العامل مع المجتمع المدني وعطانا هذه المدرسه النموذجيه ديال التعليم الاولي، وهي عطات اكل دابا حاليا، والتاثير ديالها ايجابي، ووقعها على الوليدات الصغار وقعا ايجابيا جدا. كما هناك مشاريع كثيره كما قلت مولتها متمولت من منح ديال وزاره الداخليه. وزاره الداخليه مشكوره هي اللي مولات هذه المجموعه ديال المشاريع كاع اللي كتشوفوا في الحوافات. ولكن المشكل هو ان هذه المشاريع اللي مولتها وزاره الداخليه كانت فيها مشاكل كثيره بزاف، والمحاضر والتقارير والشكايات راهم كاينه في الداخليه. وكان تدخل دائما، كان تدخل اللي كنقود الموقف هو السيد العامل بارساله للجان ديال الافتحاص وردوا المياه لمجاريها، لولا التدخل المباشر ديالو في كل المشاكل كما قلت وسأبقى أقولها لاتخذت الحوافات مسارا آخر في التنمية. وإن كانت مظاهر للتنمية هنا فهي بفضل هذا الرجل وبفضل وزارة الداخلية وبمنح وزارة الداخلية، وليس لأحد غيرهم أثر على هذه المشاريع. نقولها ونعيدها والمواطن يعرف كل هذا. وأؤكد على أن مثل هذه الرئيسة هي من تساهم في فقدان الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، لأن الناس من كيشوفوا ممارسات لا أخلاقية، ممارسات انتهازية، ممارسات ديال التسول وديال الارتساق من هذا الرئيسة هذه، طبيعا لأنها كتمثل جماعة، طبيعة الحال الناس غادي يفقدوا الثقة في مثل هذه المؤسسات وفي مؤسسات أخرى. وهذا الانسان خصو يتفض على حد، لان هذوك المؤسسات ديال الدوله، وحنا كنتوجهوا للسيد العامل وكنثقوا فيه بزاف ومتاكدين ومتيقنين انه غادي يوضع حد لهذا مثل هذه الممارسات. وشكرا سي ادريس. اخيرا بعجاله، شنو واقع دابا بالضبط في الملاعب ديال القرب اللي كاينه في جامعه الحوافات؟ واش الناس كيخلصوا واش ما كيخلصوش؟ لان كاين تناقض، كاينه لافته تعبر على ان جميع الممارسين بالمجان، وفي بعض طرح بعض الاسئله لبعض الاخوان والشباب كيقول لك حنا كنأديو واجب ديال. طبعا لان جماعه الحوافات فيها جوج ديال الملاعب ديال القرب، ملعب القرب كاينه بالقريه الرشبيه وملعب القرب كاينه بالقريه المرضيه.
هاد جوج ملاعب ديال القرب كان دارت لهم جوج ديال الحراس. الحارس الاول ديال القريه المرضيه لانه رفض الانخراط في هذه العمليه الدنيئه وقفاته حتى هو، ودارت حارس اخر انخرط في القريه الرتبيه. هذا الحارس هو تا هو رفض انه ياخذ من ولاد القبيله الفلوس، وراه وقفاته حتى هو واحتجات عليه، وراه هو باقي موقف. واش غادي ترجعوه ولا ما غاديش ترجعوه شغل هذاك. المهم هو ان لوجاس راه وقفاته لانه رفض ابتزاز ولاد القبيله وياخذ الفلوس من ولاد القبيله، لانها هي كتخلص بطريقه مباشره. وان كانت وقعت شراكه مع جمعيه من الجمعيات ديال المجتمع المدني، فهي تبقى جمعيه سوريه لا حضور لها نهائيا. حنا ما كنشوفوا حتى شي عضو من هذه الجمعيه الا كانت دارتهم ودارت شي شراكه مع شي جمعيه فراه دارتها في الوراق، لاننا حنا ما كنشوفوش. كنمشيو نبغيو نلعبوا ما كنلقاو لا جمعيه لا والو، كنلقاوها هي والحارس ديالها والاوامر ديالها كنلقاو عند الحارس باش نخلصوا حنا هاد الملاعب. وكلشي كيخلص، وليدات صغار كبار اللي كيلعب في هذاك الملعب كلشي كيخلص. هاد المساهمات ديال اللاعبين فين كتمشي؟ هاد المساهمات ديال اللاعبين حسب علمي انا وحسب ما وصلوا لي الاخوان، هو انها كتعطيها لبعض الاعضاء ديال الاغلبيه باش تبقى مشكله الاغلبيه، وباش الاغلبيه ديالها كما يعلم الجميع ان رئيس ديال الاغلبيه باش ينفذ الاجنده السياسيه ديالو الدنيئه بحال هاد الرئيسه هذه. هذا هو اللي وقع استاذ، ونشكركم على هذه الزياره وهذه المواكبه الصحفيه وتنوير الراي العام. نشكركم شكرا جزيلا، وسيكون لنا لقاء ان شاء الله قريب عند عوده المستفيدات الى الدراسه إن شاء الله. بعد انتهاء العطله، لكي تستمعوا مباشره منهم، وهن من سيؤكدن لكم هل فعلا اختلطوا مع الرجال فيما قاله في المنشور انه الاخوان اللي لعبوا في الكره استفادوا من الدوشات من المصالح الصحيه اللي كاينه في المؤسسه. اكيد ان شاء الله سي ادريس تكون لنا عوده ان شاء الله مباشره بعد الدخول المدرسي، لا يلتحقوا هذه النزيلات هنا في هذه المؤسسه ديال دار الطالبه بقريه رتبيه بجامعه الحوافات، وغنستمعوا من هاد البنيات هما لا ياكدوا لنا واش ما قيل او ما يقال هذا الشيء صحيح، بان كيدخلوا هنا الشباب وكيدخلوا للدوش ديالهم كيدخلوا للمراحل ديالهم وهما كاين ام لا. اذا اكيد ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله سنزوركم ان شاء الله، ويبقى حق الرد. السيده الرئيسه لا بغات ترد فمرحبا والف مرحبا.